بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. آخر فيديو لنا في رمضان. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. والحمد لله الحمد لله ربنا يعني فتح علينا بالستر وبالسلام. نحمد ربنا كل يوم على كل حاجة. طبعا آخر عزومة لنا في رمضان، فأنا حبيت أعملها نواشف كده أو حاجات خفافة كده يعني. آه، دي يا جماعة العيش. طبعا هبدأ بالعيش الأول. حبيت أعمل عيش نواشف. العيش بتاعنا بقى يعني كان معايا كيلو دقيق. حطيت معاه معلقة سمسم، معلقة خميرة، وحطيت كمان كوباية لبن ونص كوباية سمنة. خلاص، علشان انا عايزاه العيش هو مش كماج يا جماعة، هو عيش. العيش بيكون باللبن كده بيبقى طري وطعمه جميل، لان انا هعمل معاه بروست، يعني بروستد، فهيبقى ايه، هناكله بالعيش يعني. وتجديد وتغيير. بعد ما عجنت العيش سبته يخمر، جبت بقى معايا كده قلب كرومبايه علشان هعمل سلطه الكول سلو. قلب كرومبايه بقطعه صغير كده خالص، وبشرت عليه جزرايه. واهم حاجه في الكول سلو بصلايه يا جماعه. الكول سلو بيتعمل عليه بصل. معايا علبتين زبادي، معلقتين سكر كبار، والمايونيز والخل. اول حاجه بقى هعملها، هعمل الخليط اللي هو ال- الدريسنج اللي هو يعني ايه، هحط فيه الكرنب يعني. كرنب والجزر. خلاص معايا كده. نزلت بالسكر، هنزل بالمقادير كلها. السكر وعلبتين الزبادي، وهنزل كمان بمعلقتين مايونيز، معلقتين كبار مايونيز. اهم حاجه يا جماعه في سلطه الكول سلو المايونيز. دي الخطوات الصحيحه والخطوات بتاعه الكول سلو. الكول سلو ده احلى من المطاعم. جربيه وعلى ضمانتي ان شاء الله هتاكلي احلى سلطه كول سلو. سلطة الكول سلو يا جماعة بتاكل مع الكنتاكي أو البروستد أو الفراخ عامة. احنا بنحبها جدا. هنزل بقى بحوالي نص كوباية خل. أهم حاجة برضو الخل، لأن احنا بقى هندوب المقادير دي كلها مع بعضها لحد ما يمتزجوا كده مع بعض ويدوبوا. طبعا أنا بشر الجزراية والكرنب بس، البصلاية ما بشرتهاش علشان أنا لو بشرتها حبيت أوريها لكم كده يعني الطريقة بتاعتها. هقلب بقى المقادير دي كلها مع بعضها. هنزل بقى بعد ما المكونات دابت معايا كده والسكر بتاعي دوبته والمكونات امتزجت مع بعضها، هنزل يعني بالمكونات بتاعتي، بالجزر بقى وقلب الكرنبة المبشور هقلبهم فيها. والبصلايه يا جماعه ضروريه جدا، لان هو الكول سلو الاصلي بتحط فيه بصلايه. هي بتبقى بصلايه بيضه، بس انا بصراحه ما عنديش الا البصل الاحمر، فبرضو يعني ايه بتمشي الحال. كده بعد ما يعني حطيت المكونات وبشرت الجزرايه، لا البصله، انا يعني انا قلت على البصل قبل كده. خلاص بعد ما المكونات كلها مع بعضها كده امتزجت، هقلبها مع بعضها وهسيبها. اهم حاجه ان انت تعملوا الكول سلو قبل ما تاكليه مش اقل من ساعتين. كل ما بتسيبيه يعني بيتنقع في الدريسنج ده. الكرنب كده يعني بيشرب من الخلطه او التتبيله ديت، وبيبقى طعمه جميل. الكول سلو يا جماعه بيبقى مزز. لو حابه تزودي سكر زودي، حابه تقللي قللي. معايا بقى احلى طبق كول سلو. هركنه بقى في التلاجة. زي ما قلت لكم انا عامله الحاجات دي في الاول. الوقت هعمل ايه بقى؟ هعمل التوميه. طبعا انت لو انت يعني عايزه تعملي اكله زي كده، فتبداي بالمكونات او الخطوات اللي انا بقولك عليها بالترتيب زي ما انا عاملاها كده. معايا كوبايه ميه على النار. التوميه ميه بس، ما بتحطش لا سكر ولا ملح ولا اي حاجه. معلقتين نشا كبار وهدوبهم. واول ما الميه تبدا تغلي معايا، هنزل بالنشا بتاعي على الميه اللي على النار. خلاص كده كوبايه ميه زي ما قلت. اول ما غلت نزلت معلقتين نشا عليها. هدوبها بقى واسيبها على النار تمسك مع بعضها لحد ما تربط معايا. ومجرد ما تربط هطفي عليها النار علشان تبرد. التومية يا جماعة بقى لما تحطي بقى كده في رغيف كده عيش او رغيف من اللي هو الصاج، وشوية بطاطس، تعملي شوية سندوتشات بطاطس سوري. انا هقول لكم على التومية. التومية لها اكلات كتيرة جدا، واللي حابب يمشي على الطريقة بتاعتي. هنا طبعا بعد ما سبتها بردت، نزلت كده بحوالي 5 ست فصوص توم وكوباية زبادي. وهحط كمان معلقة مايونيز. خلاص، معلقة واحدة مايونيز، ما تكتريش المايونيز. فدي الأساسيات بتاعة التومية. لو انت بقى حابة تعمليها من غير مايونيز خلاص مفيش مشاكل، لكن المايونيز بيديلها طعم. التومية أصلا دي التومية السوري يا جماعة.
اللي احنا بنشتري السندوتشات يعني ب15 20 جنيه سندوتش بطاطس سوري بالتومية. تمام. هنزل بقى بالمكونات دي كلها في الخلاط، والخلاط بتاعي شغال. هنزل بسرسوب زيت، اهم حاجه سرسوب الزيت يا جماعه. الزيت ما بتنزليش بالزيت مره واحده، بتنزلي بالزيت واحده واحده. بتحطي بقى شويه فلفل ابيض، نص معلقه صغيره فلفل ابيض، وشويه ملح صغيرين نص معلقه. خلي بالك التوميه ما بتاخدش ملح كتير. اول ما احس كده ان هي خلاص وصلت للقوام بتاعي، بقفل عليها الخلاط وبركنها على جنب بقى. على التقديم بقى، هنا بقى كنت بعصج لحمه علشان هعمل جلاش. طبعا دي يا جماعة يعني ايه اكلات، كانت عزومة خفيفة كده. هي كانت عزومة يا جماعة، بس كانت يعني ايه حبيت اعمل كله نواشف كده. حد عزيز علينا يعني، هي مش عزومة عزومة، حد عزيز علينا يعني وكان هيفطر معانا، فحبيت يعني ايه اعمل اكلات ناشفة وسريعة علشان احنا بقى في رمضان وكده، وكل سنة وانتم طيبين. كلنا خضار كتير وكده، فحبيت اعمل يوم خفيف كده. جبت بقى معايا بصلتين او بصلايه، بشرتها او قطعتها، وبشرت الجزرايه. هعمل شويه رز بسمتي. الرز البسمتي يا جماعه انا عملته معاكم كام مره، بس المره دي هعمله بطريقه تانية خالص. بعد ما نزلت بالبصل والجزر حمرتهم على النار او خدوا دبلوا كده على النار، هنزل بمكعبين المرق. التوابل بتاعتك بقى، حطي بقى واحده لومي، عود قرفه، ورق لورا، اللي انت عايزاه، اللي انت حابه تحطيه حطيه. بعد ما هنزل بمكعبين المرق كده يعني في قلب الخلطة ديت، بعد ما دبلت هنزل بمعلقة صلصة كبيرة. صلصة يا جماعة هتطعم معاك الرز البسمتي. جربيه بقى على فكرة بالطريقة ديت، ان شاء الله هيعجبك. انا اللي قبل المرات اللي قبل كده ما كنتش بحط صلصة، فالمرة دي انا حطيت معلقة صلصة كبيرة، وبصراحة كانت عطياله طعم ومخليه حباية الرز كده يعني ايه مسكرة ومززة. هنزل بمعلقة الكركم بقى كبيرة، وخلاص انا كده يعتبر تبلت ونزلت برضو بالتوابل، حطيت كل حاجة. هنزل بقى بالرز بتاعي. مجرد ما يعني التوابل تطلع كده، الحتة تطلع مع الخلطة ديت وخلاص، هنزل بالرز بتاعي. الرز البسمتي طبعا انا نقعاه في مية وحط له معلقة خل كبيرة. نقعاه طبعا قبلها بتلات اربع ساعات. كل ما بتنقعيه الرز البسمتي بيزيد حلاوة، يعني بيزيد حالة زي ما بيقولوا. اقلبه بقى، اقلبه في الخلطه دي خالص في المكونات لحد ما كده، واظبط العيار بتاعه، وهسيبه لحد ما يتشرب معايا. برضو الرز البسمتي يا جماعه له كذا طريقه، بس الطريقه ديت طريقه جميله جدا ومميزه. جربيه بالطريقه ديت وقولي لي رايك ايه. ان شاء الله هيعجبك، وانصحك بالطريقه دي. هغطي عليه بقى واسيبه لما يتشرب. مش هضيف الدقيق الوقت طبعا. انا كنت نقع البروستد قبل كده، نقعاه بقى في اللبن وكركم، يعني كوبايه لبن ومعلقه كركم كبيره، والتوابل بتاعتي نفس التوابل اللي انا حطيتها على الفراخ وهي بتتنقع، هحطها هنا على الدقيق. حطيت معلقه كركم كبيره ومعلقتين نشا ومعلقه بيكنج باودر. النشا والبيكنج باودر يا جماعه بيخلوا الفراخ مقرمشه. جربي برضو تحطي معلقه بيكنج باودر على الدقيق وهتاخدي احلى قرمشه. هحط بقى شويه توابل من بتوعي. بهارات كبسه بقى، لا بهارات اللي هي بهارات البروستد يعني. خلاص. واحط معلقه بابريكا وتوم باودر، وهتتبلي المنكهات اللي انت عاوزاها. اعذروني يا جماعه انا طبعا متلخبطه، لان انا اخر يوم بقى وعندي حاجات كتيره جدا هعملها، فبسجل الفيديو ومستعجله. هنا طبعا بدرت كده، طلعت قطع الفراخ في الدقيق، وهرجعها تاني. لو انت عايزه تحطيها في الميه حطيها، بس انا حابه ان الكفر الدقيق يبقى واخد من طعم الخلطه كمان. برجعها تاني في نفس الخلطة، وارجعها في الدقيق. برجعها مرتين علشان الكفر بتاعها يبقى كبير ومقرمش. لما بحطها كده في الدقيق مرتين، هو ده السر في الكفر بتاعنا. مش عايزة ترجعها في الخلطة بقى حطيها، ممكن تحطيها في مية. خلاص. هنا بقى الرز بتاعي اتشرب، وهنزل بالزبيب. اول ما الرز بيتشرب بحط الزبيب على وش الرز كده، يعني لما الرز يتشرب على النار بياخد له حوالي 10 دقايق بيكون الزبيب استوى. حطيته طبعا، هديت عليه النار، وهبدا احمر البروستد بتاعي. طبعا انا التحمير ده كان يعتبر قبل الاذان بساعه او قبل المدفع بساعه، لان طبعا انا معايا كميه وهياخد مني وقت. خلاص. فبرضه في نفس الوقت انا عايزاه يطلع سخن، يعني اطلع سخن على الاكل على طول، ما يقعدش مده كبيره ويبرد معايا.
لان البروستد بالذات حلاوته انه يبقى سخن ومقرمش. خلاص، انا طبعا حطيته على النار. اول ما الزيت سخن معايا نزلت بالبروستد ووطيت عليه النار وسبته. هشتغل بقى في الكفته على ما هو يتحمر. هنا معايا اللحمه المفرومه بتاعتي، نزلت بالتوابل بتاعتي وحطيت لها بصله صغيره عصرتها يعني كده من الميه، ونزلت برضو بمعلقه خلط الكفته، وحبيت كده اصبعها وادخلها في الفرن. أنا قلت هعملها واسيبها بقى اسيبها براحتها، وابقى ادخلها ورا العيش الفرن على طول. هنا جبت معلقه، عملت الفرشه الاول في الصينيه، طماطم بقى وفلفل وبصل، وصبعتها كده على معلقه علشان تبقى قلبها مفتح، وصباع يعني على حسب ما انت عايزه. حطيتها بقى في الصينيه وحركنها في جنب لما اخبز العيش. هنا كان البروست اتحمر، وكان الرز معايا خلاص خلص. طبعا العيش يا جماعه انا عايزه العيش بتاعي كمان سخن، فطبعا هو كيلو دقيق مش هياخد مني اي وقت، يعني حوالي 10 دقايق. هفردهم كلهم، يعني احط الدور التاني كمان من الفراخ يتحمر، وهشتغل يعني ايه، هشتغل في العيش على طول. قطعته بقى، العيش كان خمر معايا خلاص، فبتقطعيه بقى طبعا كده بنزل يعني ايه بهيشه، وبعدين هقطع بقى التقطيعه اللي انت عاوزاها. عايزه بقى كبير عايزه صغير، انا بعملها كده قد يعني اكبر من الليمونه شويه، قد اليوستفندق زي ما انت عايزه. طبعا هقطعه وهسيب العيش معايا يرتاح شويه علشان لما اجي افرده يتفرد معايا بسهوله. العيش ده طبعا يا جماعه انا زي ما قلت لكم حاطه له سمسم ولبن وسمنه، وكان طعمه جميل جدا. يعني اكله جميله جدا وخفيفه جدا، وعلى فكره تنفع عزايم، و يعني الاولاد او الضيوف هيبقوا مبسوطين بيها. بدل بقى ما تشتري عيش من الفرن او تشتري يعني هو الاصل في البروستد يا جماعه احنا كنا بناكله، يعني كان بيبقى معاه بقى اللي هو العيش الكايزر، بيجي معاه العيش الكايزر كده. لا انا هعمل العيش ده هيمشي جدا وهيليق جدا مع البروستد او المشاوي كمان، ده ينفع كمان مع المشويات. طبعا انا عامله كفته فهشويها برضو في الفرن، هتبقى كفته في الفرن. هفرد معايا بقى كده وهركن، هما يعني ما شاء الله ما خدوش مني يعني انا فردتهم في 5 دقايق، وهدخلهم الفرن برضو. الفرن بتاعي مش هيقعدوا فيه حاجه، ده كده والبروستد على النار بيتحمر، علشان الاكله ديت عايزه تتاكل كده يعني وهي سخنه. هنا طبعا انا خلصت اهو، يعني انا كنت خبزتهم وفردتهم على ما الدور التاني في الفراخ خلاص احمر معايا. برضو هطلع الدور التاني ده واحط دور في الفراخ، وهطلع احط العيش. انا طبعا كان عندي صينيه قديمه كده ألمونيا، فبقيت احط فيها علشان ما احطش العيش على ارضيه الفرن، يعني ايه ياخد انت عارفين بقى بنشوي سمك وبنعمل كل حاجه في الفرن. فانا عايزاه العيش تبقى يعني ابيض كده ونضيف من ورا ومن يعني من الوش ومن الظهر بتاعه. برص كده، واول ما بيتحمر برش يعني ايه معلقه سمنه كده او زيت على وشه بالفرشه، بديله لمعه كده لوش العين. ده الفيديو بتاعنا، السلام عليكم.